خلال أسبوع واحد قررت الحكومة السعودية اعتقال عالم كبير مشهود له بالعلم والتأليف شرف على 90 اسمه الشيخ صالح الشامي، وقررت كمان إعدام عالم كبير له مواقف مشهودة هو الشيخ عوض القرني اللي هو أصلا مسجون من العام 2017. بتحس محمد بن سلمان في سباق للتخلص من العلماء بأي طريقة. طب إذا كان عوض القرني مسجون لأنه طالب بعدم التدخل في عمل القضاء في المملكة ولمواقفه السياسية لأنه ما عجبه حصار قطر، ومع أنه هاي مش تهم أصلا، بس شو بالنسبة للشيخ صالح الشامي الرجل اللي عمره 88 سنة واللي أصلا موجود في السعودية من العام 1980، بقول لك كان بالزمان بهداك الوقت موالي للإخوان المسلمين في سوريا، وأصلا ما اعتقلوه لحاله. كانوا مخابرات ابن سلمان عم بيعملوا حملة استهدفت السوريين في المملكة بالدرجة الأولى. السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. حساب معتقلي الرأي اللي بيهتم بأخبار المعتقلين في السعودية نشر تغريدة كشف فيها عن اعتقال الشيخ صالح الشامي وأحد أولاده. كتب الموقع: تأكد لنا اعتقال المحدث الشيخ صالح الشامي البالغ من العمر 88 عاما ضمن حملة اعتقالات بالمملكة طالت عددا من السوريين المقيمين. الاعتقالات طالت عددا من الشخصيات السورية المقيمة في المملكة والعامة في المجال الدعوي والإنساني، وكان من بينها نجل الشيخ صالح الشامي. وخلونا ناخذ فكرة عن الشيخ صالح الشامي من خلال هذا المقطع قبل ما نكمل. فرأيت أن آخذ خلاصة لمجموع هذه الكتب 14 وأضعها في كتاب مختصر لكل إنسان، سواء كان مهندسا أو طبيبا أو عاملا أو أي شيء يريد معرفة السنة، أعطيه تصورا عاما عن السنة بشكل مختصر. ورح نرجع لهذا الخبر بعد شوي، بس خلونا بالأول نشوف الخبر الثاني اللي تم نشره هاي المرة مش على حساب بتويتر بل صحيفة الجارديان البريطانية، واللي بتقول: حكم القضاء السعودي بالإعدام على الداعية المعروف عوض القرني بعد أكثر من 5 سنوات على اعتقاله. وذكرت أن ناصر القرني نجل الداعية الذي غادر البلاد مؤخرا واستقر في لندن كمعارض للنظام السعودي، زود الصحيفة بوثائق تظهر أن السلطات السعودية حكمت على والده بالإعدام. وبحسب الجارديان فإن القضاء السعودي واجه القرني بحساباته على تويتر وواتساب وتليجرام زاعما أنه كان يسخرها لدعم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الوثائق التي تحدثت عنها الجارديان لا توضح التهمة الرسمية التي أسندت إلى القرني وحكم عليه بسببها بالإعدام. انت شوف من لا مسخرة، بقول لك الصحيفي مش عارف شو سبب الإعدام. يعني هو حدا عارف أصلا شو سبب اعتقاله لا يعرف شو سبب إعدامه؟ وكمان مرة خلونا ناخد لمحة عن الشيخ الداعية عوض القرني. أنا لا أستر عطف أحد، أنا دخلت السجون وأنا منعت من الكلام، وأنا فصلت من الجامعة، وأنا منعت كتبي بسبب تحريضكم، وأنا لم أستدر عطف حد، ولم أطرق باب مسؤول، ولم أسأل شيء لنفسي على الإطلاق، ولم أستدر أحد أن يسمح لي بقول كلمة. بقيت 16 عام لا أتكلم، ما كتبت حرف لأتكلم أو أكتب أي حرف. أنا لا أستدر، أنا أعبر عن نفسي وعن ضميري وعن ديني وعن عقيدتي، وأحمي مقدسات أمتي ومجتمعها وشبابها وأجيالها. الداعية السعودي الدكتور عوض بن محمد القرني طالبت النيابة العامة السعودية بإعدامه بتهمة معاداة النظام القائم ومدح جماعة الإخوان المسلمين. القرني من مواليد عام 1957 بمنطقة عسير،
حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وعمل في التدريس والمحاماة، ومدربا في مجال البرمجة اللغوية العصبية، وأسلم على يديه رئيس الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية الدكتور وايت وود سمول، وله العديد من المؤلفات في علوم متعددة. عرف بخصومته الشديدة للتيارات العلمانية والليبرالية، وطالب بمنع تدخل المسؤولين في القضاء، وعارض أحكام القضاء المجحفة بحق العلماء والدعاة المعتقلين في المملكة. بعد غروب الشمس مباشرة يوم 9 سبتمبر 2017 جت سيارتين إلى استراحة الوالد، دخلوا حتى وصلوا باب المنزل، طرقوا الباب وكلمهم الوالد من خلال سماعة الجرس، وقالوا له نحن ضيوف من خارج المنطقة. كان طبيعي أن يأتي الوالد ضيوف بشكل مفاجئ. بعدها رحب بهم الوالد ونزل لاستقبالهم، وأول ما فتح الباب انقضوا عليه. تعرض للتضييق والسجن عدة مرات خلال التسعينيات، وهو معتقل منذ سبتمبر أيلول عام 2017، وطالبت النيابة بقتله تعزيرا. ملتي وأمتي ووطني ومجتمعي ودولتي هذه لا أساوم عليها. هذا هو الشيخ عوض القرني، وهاي هي مواقفه. ويا ريت ما حدا يخلط بين عوض القرني الداعية اللي عم بدفع عمره وربما حياته ثمنا لمواقفه وتمسكه بمبادئه، وبين عائد القرن اللص المشهور ما غيره، واللي أول ما سمع بخبر اعتقال الشيخ صالح الشامي راح حاذف صورة كان منزلها معاه على حسابه. صدق رب العالمين لما قال يحسبون كل صيحة عليهم. يا رجل انت مفكر من عقلك انه المخابرات السعودية ناطر الصورة عشان تعتقلك؟ بس واضح مدى الخوف والإرباك. وبالمناسبة هاي الصورة إلى قصة كل واحد متابع أخبار عائد القرن بيعرفها. عائد اللص المشهور بسرقاته الأدبية والعلمية، وأنا شخصيا كنت عامل عنه حلقتين بهذا الموضوع. كان سارق أحد كتب الشيخ صالح الشامي بعد ما غير بس غلاف الكتاب، ولما تلاميذ الشيخ نبهوا الشيخ للسرقة اللي عملها عائد القرني رفع الشيخ دعوة ضد عائد، وبالفعل حصل منه على تعويض واعتذار. وقام عائد بنشر هاي الصورة مع الشيخ على أساس يثبت للعالم إنه الشيخ قبل اعتذاره وإنه القصة كلها سوء تفاهم. ذكي الصراحة، يخزي العين عليك. بعض النشطاء علقوا على حذف التغريدة وكتبوا عائد سرق مؤلف للشيخ صالح الشامي ووضع اسمه عليه، وعند افتضاح أمره اعتذر وأظهر هذه الصورة ليظهر أن الشيخ عفى عنه. منهج عائد القرني. الآن الشيخ الشامي اختفى، فلا داعي للاعتذار منه. هذا اللي عمله عائد، وحذفه للصورة أثار السخرية عليه في وسائل التواصل، ومن بينهم التغريدة اللي كتبها حساب باسم تركي الشلهوب، اللي وضع صورة لعائد القرني بجنب صورة لعوض القرني وكتب عليها هناك فرق بين عوض وعائد، الأول باع نفسه ابتغاء مرضات الله ودفاعا عن دينه وأهل بلده، والثاني باع نفسه ابتغاء إرضاء الطاغية ابن سلمان. حساب تركي الشلهوب هذا كان كاتب تعليق على اعتقال الشيخ صالح وحكم إعدام الشيخ عوض، قال فيه الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم التفتيش السعودية بحق العلماء والدعاة وأبنائهم، والتي لا تفرق بين شيخ وشاب، ليس لها إلا تفسير واحد، أن ابن سلمان يريد القضاء على جيل كامل من العلماء والدعاة المصلحين واستبدالهم بآخرين يطبلون له ويبرئون ويحللون جرائمه وانحرافاته الفكرية. الذباب الإلكتروني التابع للمخابرات السعودية ما بيعجبوه كلام تركي الشلهوب، اللي ساعة بتهمه إنه يمني وساعة فلسطيني وساعة ما بعرف من وين، وعلى طول بيشككوا بالأخبار اللي بيجيبها. واللي بيخليك تستغرب هو مستوى الذكاء عند بعض الذبابات الإلكترونية. يعني لما حساب معتقلي الرأي نشر خبر اعتقال الشيخ صالح الشامي، طلعت كم ذبابة تحكي وين الدليل؟ ما عندك دليل. ولك يا أخي المحاججي مش كتر حكي، المحاججي إنك تلزم خصمك بالحجة. بدي أفرض مثلا إنه خبر معتقلي الرأي فعلا طلع كذب، طيب حط على عينه، خلي الإعلام السعودي يروح على بيت الشيخ صالح الشامي ويصوروا كم ثانية ويقول فيهم إنه يا جماعة أنا بعدني بالبيت وما حدا قرب علي. بس إنك تطلع تحكي وين الدليل، ترى هذا ضدك ما عليك. ومع هيك هاي التعليقات المكررة أصلا، واللي بتحس إنه ما عندهم غيرها إما التشكيك في النوايا أو التجريح بجنسيات أو ترداد حكي فاضي. لكن في شيء أخطر من هيك، في اتجاه نحو العصبية الجاهلية المقيتة. خد لك مثلا هالمسطرة اللي عامل حساب باسم قرناس الجنوب، اللي كتب أتمنى من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
أن يصدر أمرا لكل مقيم أن تكون مدة إقامته 2 لا غير، بعدها يرحل لبلده. للأسف هناك أجانب لهم فوق 20 عام، وهذا الأمر خطير، فقد يستغل فترة جلوسه في أمور كثيرة. هذا غير التحويل لخيرات الوطن، 2 كافية، أسأل الله العظيم أن ينفذ. وأشوف لك التعليق الغريب العجيب اللي كرروا أكثر من واحد، علقوا على تغريدة الفرق بين عوض وعائض. التعليق بيقول: فنجى الله الثاني، قصده عائض، وعذب الأول، قصده عوض. ولكم بالله عليكم عن جد، انتوا عارفين شو اللي عم تحكوه؟ يعني إذا معتبرين إنه اللي بيقول كلمة حق في العذاب والمطبل في الجنة، يعني كأنه عم تحكوا عن فتنة الأعور الدجال. في كثير مرويات بتقول إن الدجال يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول أنها الجنة هي النار. وفي حديث آخر أن مع الدجال إذا خرج واديان، أحدها جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار. عن جد يا عالم، حدا يلم هذول الدباب اللي مش عارفين شو عم بيحكوا. بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عام 833 كانت خطب الجمعة تصف الإمام أحمد بالخارجي والضال، كعادة أي حاكم مستبد حين يعتقل أي أحد يصفه بالضال والخارجي كيل من التهم بغطاء سياسي وديني أيضا. المصائب التي تحدث في الزنازين وفي قاعات المحاكم تفتقر لأبجديات التقاضي والعدل. أروي لكم في هذه السلسلة لائحة الدعوة التي تم تسليمها لوالدي الدكتور عوض القرني. وبالمناسبة أغلب ما يتداوله الذباب في مواقع التواصل الاجتماعي لم تضع النيابة في لائحة الدعوة، لأنها تعلم أنها تهم سخيفة فقط لتضليل الرأي العام. التهمة الأولى والثانية كما وردت بالنص: 1. التعاطف مع دولة معادية وبين قوسين قطر. 2. التحدث عن الأزمة القطرية. قبل الحديث عن هذا كله نستعرض معكم السلسلة الزمنية للحديث عن أزمة قطر. في 5 يونيو 2017 تم الإعلان عن مقاطعة قطر. في 22 يونيو 2017 تم تسليم قطر لائحة المطالب لدول الحصار. في 5 سبتمبر تصريح الشيخ صباح الأحمد رحمه الله أنه أوقف الدخول البري ضد قطر. في 9 سبتمبر 2017 بداية حملة الاعتقالات واعتقال والدي. في 5 إبريل 2018 إعلان مشروع جزيرة شرق سلوى. في 4 يونيو 2021 المصالحة القطرية والله الحمد. والحمد لله عادت قطر للحضن الخليجي، وأصبح كل أخ يستطيع أن يزور أخوه في قطر، أو كل أخ قطري يستطيع أن يزور أخوه في السعودية. تم حل كل الملفات وإغلاق كل الملفات إلا ملف واحد، ملف المعتقلين بسبب هذه الأزمة. والتهمة لم تكن تلقي دعم من قطر أو دعم قطر أو تلقي أموال من قطر، لا، التعاطف مع قطر. كلنا رأينا الأمير محمد بن سلمان متوشح بالعلم القطري، ورأيناه يضع كل مقدرات الدولة تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم، هذا شيء رائع وإيجابي. لكن هذا هو ما كان يطالب به والدي وبقية المعتقلين. في الختام لم أذكر في حديثي الانزلاق في الإعراض أو حركات الدربوية التي خرجت من موظفين رسميين في الدولة ومستشارين في الديوان الملكي، لكن أنا على يقين بأن أي مواطن عاقل سيشعر بالخزي من هذه التصرفات الصبيانية، تصرفات تفتقر لأبجديات الأدب والذوق والسياسة أو حتى الرجولة في الخصومة، وهذا ما كان يحذر منه والدي وبقية المعتقلين.